أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض شيش السمك. شايفين شكله ولونه عامل ازاي وطعمه بيبقى حلو قوي، واحلى حاجة ان انتوا ممكن تعملوه من اي نوع سمك فيليه، بس بطريقة جديدة كده ناكل بيها السمك وفي نفس الوقت خفيفة وصحية قوي. هنحتاج سمك فيليه اي نوع عندكم، المهم ان هو يكون قطع سميكة شوية، وهنقطعه مكعبات كده قد بعض كلهم. وطبعا هنحتاج بصل وفلفل اخضر والوان علشان لما نحطه في الاسياخ. ولتتبيلة السمك هنحتاج توم، فلفل اخضر وفلفل سبايسي، شبت وكزبرة خضراء، معلقتين كبار من الزيت، حوالي ربع كوباية من عصير الليمون. وهنحتاج توابل فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة، شوية من الكاري والكركم، وشوية من الشطة والبابريكا، وكمان طبعا ملح مناسب لكمية السمك، معلقة كبيرة من الخل، معلقتين من الصويا صوص، معلقة من هريسة الفلفل، ومعلقتين من المستردة. التتبيلة دي أنا بحب أعملها تقريبا لأغلب أنواع السمك. هنحط كل المكونات مع بعض في الكبة ونطحنها ناعم جدا، ونتبل السمك بتاعنا على الأقل ساعة. بعد كده جهزنا الصينية بتاعتنا وعليها شبكة ورشيناها كده برشة من الزيت، وفي الأسياخ بتاعتنا نبتدي ناخد البصل والفلفل وقطع السمك أكننا بالظبط بنعمل شيش طاووق أو شيش الكباب. وفي الوقت ده نكون سخنا الفرن بتاعنا على درجة حرارة 220 أو 450 فahrenheit. المفروض ان هو ياخد حوالي 25 دقيقة لنص ساعة، ما بيحتاجش أكتر من كده. ولو ما عندكوش شبكة ممكن تحطوا تحتيه بطاطس وبصل علشان الخضار يبقى رافع السمك بتاعنا فوق أي سوائل هتنزل منه. هندخله الفرن 25 دقيقة بالظبط، وطلع بالشكل واللون الجميل ده زي ما انتوا شايفين، محتاجش الشواية خالص، هو لون لوحده والسوا بتاعه مظبوط جدا، والتتبيلة بتبقى مدياله طعم وريحة تجنن. جربوا تقدموا السمك بالطريقة دي، هيعجبكم طعمه وشكله بيبقى ظريف قوي، وكمان ما خدش وقت في التجهيز. ولو عجبكم فيديو النهاردة اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.